ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهاردة في بنوتة بتقولي ازاي اطلع من دور الضحية. هو ايه يعني دور الضحية؟ هو لما تحسي انك دايما مظلومة وان اللي قدامك سبب وجعك وبتفضلي تلومي الطرف التاني او بتبقي مستنية يتغير علشان ترتاحي. والضحية دايما بتحس انها ضعيفة ملهاش حيلة. انا عارفة انك تعبتي واتظلمتي واتوجعتي، بس طول ما انت شايفة نفسك ضحية عمرك ما هتتشافي. ايه اللي بيحصل لما بتثبتي في الدور ده؟ بتعيشي في طاقة التكرار، بتجذبي نفس النوع من العلاقات، وبتحسي باليأس وبالوحدة وفقدان الثقة في نفسك، وبتحطي نفسك تحت رحمة اللي قدامك. اللي بيعيش دور الضحية بيأجل شفائه لحد ما الطرف التاني يصحى، بس يمكن ما يصحاش أبدا. ليه أصلا بنقع في الدور ده؟ عشان اتعودتي من الطفولة إنك تطلبي الحب من الخارج، وحد كبير وجعك وانت صغيرة فبقيتي تستني الاعتذار أو التعويض. مش عيب إنك وقعتي في الدور ده، كلنا بنقع، بس المهم تقفي وتسترجعي نفسك. هقولك ازاي تخرجي من الدور دوت. أول حاجة، تقولي ايه الدرس اللي المفروض اتعلمته. تاني حاجة، لازم تتحملي مسؤولية مشاعرك، تقولي أنا موجوعة بس هختار أشفي نفسي. واقفلي دوائر الألم وتقولي أنا مش هستنى اللي وجعني يشيل الوجع. واسألي نفسك سؤال، هل أنا مستعدة أخرج من الوجع حتى لو الطرف التاني ما اعتذرش؟ دي لحظة قرار، اللحظة اللي بترجعي نفسك ليكي. هقولك على تمرين طاقة بسيط. غمضي عينك دلوقتي، خدي نفس عميق وتخيلي انك شايلة الدور ده من على قلبك كأنه طوبة تقيلة، وارميها في نور أبيض نازل من فوقيكي. وقولي لنفسك بصوت داخلي، أنا مش ضحية، أنا مش موجوعة، أنا في رحلة شفاء، أنا مش ضعيفة، أنا في طريق القوة.